نفرحوش الأشقاء في المغرب تفوز البارح بكأس العالم تحت 20 عام بعد فوزها على الأرجنتين 2-0. الأرجنتين أكثر منتخب فايز ببطولة العالم فتحي في الفئة العمرية والسنية هذه. نحكي على منتخب مغربي فاز على فرنسا، فاز على البرازيل، فاز على الأرجنتين. نحكي على منتخب مغربي فيه لاعبين اليوم القيمة التسويقية متاعهم في العمر هذا تقريبا تتجاوز 1.3 4 مليون اورو، 1.3 مليون اورو. هذا نحكيو قبل الدوره، راهو اليوم الفالور مارشاند نتاعهم الكل باش تزيد بعد الدوره. القيمه التسويقيه للفريق الكل تقريبا في 9 مليون اورو، متوسط 500 الف اورو كل لاعب. لاعبين جلهم في البطولات الاوروبيه، فما لفرنسا، موناكو، مارسي، فما لسويسرا، بلجيكا، في اندرلخت، في اسبانيا، في واتفورد، في انجلترا وغيره من البطولات الاوروبيه الكبرى، الى جانب 5 أو 6 لاعبين من البطولة المحلية. المغرب يؤكد اليوم فتحي فما خدمة، فما اللي يحكي على التكوين، فما اللي يحكي على ناس قاعدة تخدم في البطولات وعيون لا تنام مغربية. كل تالو مغربي في شوية ضوء بلغتنا احنا من 12 13 14 يتفك باش يبدا حاضر لتعزيز صفوف المنتخب، وهذه زادة خدمة فتحي قداش ملاعب إذا علينا احنا في تونس. النتيجة اليوم المغرب بطل العالم أقل من 20 سنة. كلمة مفتوحة والله، من أسود الأطلس إلى أسود إفريقيا، والبارح في الليل أسود العالم. هو من عام 2022 من كأس العالم الأخيرة المغرب الحقيقة هي ملك إفريقيا. هي عام 22 وقت اللي وصلت الدور النصف النهائي قلنا ضربة حظ، نجم تكون ضربة حظ. قلنا ما شافوهاش، ما عاشوهاش، ما راوهاش كيفاش جاية، ولكن ظهروا أنه المغرب قاعدة تخدم خدمة كبيرة ياسر. راهو مش سهل وبرا تجيبهم من برا، هذم وليدات صغار. معناها شوف، المغرب خطفتهم لفرنسا، خطفتهم لبلجيكا، خطفتهم لانجلترا، خطفتهم. واحنا وقت اللي عنا كعبة شوف بالريق الناشف باش ينجموا نجيبوه باش يقبل وانه يلعب مع الفريق التونسي. معناها المغرب قاعد تعطينا درس ورا درس، نستخدم على رواحها. حتى كي يجيو المدربين الكل من عام 2020 الصغيرات الكل مدربين مغاربة، من عام 2020 نفس التكوين في نفس المركز، الكل اللاعبين متاع الفرق الوطنية المغربية عندهم استمرارية، عندهم رئيس جامعة الحقيقة احنا يخوفنا برشا. رئيس الجامعة المغربية اللي هو في الكاف معناها سي فوزي لقجع، معناها إنسان مسيطر تقريبا، يقول هو رئيس الكاف، لكن إنسان يخدم مليح، إنسان يحضر، إنسان حط كل الإمكانيات. وللأمانة نقولوها الراف للأمانة، المغرب كدولة حطت كل شيء في الكورة، حطت كل شيء في كرة القدم، لأن كرة القدم جابت لها تنظيم كؤوس أفريقيا، جابت لها تنظيم كأس العالم، جابت لها يوريك أنه الكورة تنجم تكون وسيلة متاع استثمار، الكورة وسيلة متاع السياحة، تجيب لك السواح. المغرب نظم كأس العالم للأندية، المغرب عمل كل شيء. المغرب اليوم في كرة القدم مرجع، ومرجع ماهوش عربي وافريقي هرب بينا الناس الكل الحقيقه كعرب وكافارقه، مرجع في العالم. تتقرر المغرب في العالم كيفاش السياسه اللي متاع كره القدم عندهم فعلا وصلت، وانه ولات اقتصاديه من عمالقه اللعبه، من عمالقه اللعبه في العالم. لا وكيفاش اللوكوموتيف ولات وكانه كرة القدم قاطرة للاقتصاد المغربي، قاطرة للاقتصاد المغربي. وهذا بطبيعة الحال التتويج متاع البارح مع شكون؟ مع الأرجنتين اللي هز كأس العالم هذه 6 مرات. الأرجنتين اللي ما يلعبوا حتى حد. البارح المقابلة وفات بعد 29 دقيقة 2 أهداف يتقراو، 2 أهداف روعة. المغرب فعلا نجم نقول انه اليوم ملك العالم عن جدارة، ملك العالم عن جدارة. مبروك لاخواتنا المغاربه، نتصوروا الفرحه اللي عايشينها. كان احنا امبارح منتخبنا وصل للنهائي وهز، معناها كانت تكون فرحه هستيريه. دونك نتصوروا اليوم الفرحه اللي قاموا عليها الاشقاء في المغرب. مبروك لكل المغاربه في العالم هذا التتويج، من حقنا نفرحوا لهم ومن حقنا زاد نغيروا. ناصر بعدت برشا علينا المغرب اليوم يسيطر على القاره، يسيطر على العالم، نصف نهائي كاس عالم، اليوفا فايزين بكاس العالم. علاش ضيعنا برشا وقت ناس؟ والله بالنسبه لي انا رفيق اللي نحكيو عليه في كره القدم اليوم، الكره تتطلب تخطيط امكانيات، وقت اللي تتحط الامكانيات وتتحط الظروف وتوجد تخطيط
تنجم توصل الاهداف نتاعك، على خاطر ما فما حتى شيء يجي من باب الصدفه. اليوم المغاربه ظل عندهم سنوات منذ معناتها تجد السونتر نتاع محمد السادس، معناتها فما خدمه كبيره صارت، كانت فما تمشي واضح بالنسبه للمغاربه، عملوا على الصغار نتاعهم انهم اليوم جل ملاعبيه الشبان نتاعهم اللي ينشطوا في البطولات ولا مولودين بجنسيه مزدوجه ما بين المغربيه وجنسيه اخرى تم استقطابهم. اليوم المنتخب المغربي قاعد يجني في ثمار المجهودات الكبيره والعمل المتواصل، وزاد كيف السلطه اللي وصلت في وقت من الاوقات، السلطه الرياضيه نحكي انا فوزي معناتها لا شقع بالنسبه لي انا المستوى اللي وصل له، ولا عنده هيمنه كبيره سواء في الفيفا سواء في الكاف. هذوما كلهم اليات يخليوا الفرق المغربيه العلاقات والكواليس ناصر تنجم تدز معاك في ماتش، تدز معاك في ما توصلكش العالميه، لكن تعطيك حاجه لكن تعطيك حاجه اخرى. اليوم وقت اللي تكون قريب للفيفا تعطيك امكانيات باش تزيد تطور حتى البنيه التحتيه نتاعك. راهو زاد كيف الفيفا على خاطر عندها برامج رياضيه في تطوير الرياضه في افريقيا بصفه عامه، وقت تكون قريب تعطيك مجال وتعطيك امكانيات وتعطيك انفراستركتور، تعطيك امكان ناس باش تطور لك الافكار نتاعك، زاد يدخل بعين الاعتبار. اللاعبين يلعبوا في المغرب ولا خمسه، مشكله التكوين عند الكل. احنا ما قلناش هذا البرودوي نتاع التكوين، ولكن حتى تمشي ديتكتي لي تالون نتاعك، راهي هذيك خدمه معناها واستراتيجيه محطوطه سنوات باش تخلط تفك الجوارات الكل، ما تفكهم لكش هولندا، ما تفكهم لكش فرنسا، ما تفكهم لكش ما نعرفش انا اسبانيا، وتلقى عندك البيبينير هذه الكل فتحي باش تسبيها كاس العالم. مبروك على المغاربه، مبروك على اخوتنا. كلمه زياده، احسن ملاعب راهو هو مغربي عثمان معمع، طوله 1.82 متر من مواليد 2005 وتو مازال كي مشى لواتفورد. معناتها باش تفهم زاد المغرب زاد عملت استحقاق. كي تشوف اللاعب هذا جناح ايمن، الارقام الكل تولد في مونبولييه، معناتها لعب في مونبولييه وتوا الصحف الكل تحكي عليه بالايجابي. الرجل عمره 20 سنه، طوله 1.82 ورابيد وبيرتينون في الاطراح ودريبل وكل هذا جوارات ما عادش نراو منهم. وبربي كلمه عن الناصر اللي قال ما حضرناش شكون في الكاف. نحن في يوم من الايام كان عندنا طارق بوشماوي، وللاسف التوانسه كسرت طارق بوشماوي اللي كان باش يوصل لمرحله خاطر عندها قيمه الكواليس. مع احترامنا بيان سور، وطارق بوشماوي ما يشك حتى حد في مكانه الرجل وفي قيمته التسييريه وكذا. مش وصول طارق بوشماوي هو اللي باش يعطيك ملاعبيه على التيران. ما ندويش نحكيو في مشاكل غلطه، ينجم يدافع عليك باش ما يضربكش اربيتر باش كذا. اما هل عندك انت اليوم جوارات تجم تخلط بيوم فينال كوب دي موند؟ المنتخبات الشبان نتاعنا عندنا وين ما نعرفوهمش حتى وين ماشيين، شو قاعدين يعملوا، تلمو بعاد على النتائج الايجابيه. دوك المغرب اليوم ناخذوا منها العبره، ناخذوا منها الدرس. ديجا بور لا مونتاليتي، راك تنجم بمريولك انت بملاعبيه ولادك تقارع كبار اللعبه. معناها هذا اكدته المغرب في السنيور وفي الايفا. مبروك على الاخوه المغاربه، احنا ما نرشحوش حتى نهائيات كاس افريقيا، ما نرشحوش في الصغار حتى نهائيات. ما تقوليش مسؤول في الكاف ومسؤول في الفيفا. اليوم كي تسمعوا المغرب قبل ما نخرج فاصل بربي وصلت للعالميه، ما نعرفش بعيد على الكوره، يعطيك حلم. عندك حلم نتاع عالميه حاتم تحب تمشي له، يخليك تامن تنجم. عندك حاجه تحب تمشي لها لشيل انترناسيونال ولا لا مكتفي لهنا بحذانا راف ماك في اللاك البحيره مارش بسكليت؟ كيف ما شاهدتوا في الفيديو التعليق ديال الاعلام التونسي اللي تبهر وتعجب من الاداء الواعر ديال المنتخب الوطني لاقل من 20 سنه اللي تمكن من الفوز على اقوى المنتخبات العالميه، الارجنتين اللي دات اكثر 6 ديال النسخ ديال كأس العالم. والمنتخب المغربي بين القوه ديالو وبين الصلابه ديال اللاعبين كاملين تبارك الله عليهم. فرحونا وفرحوا المغاربه وفرحوا العالم كامل. يعني المغرب اللي دا كأس العالم اول نسخه كيديها بلد عربي وبلد افريقي في التاريخ. برافو الاسود، برافو الاشبال، وتبارك الله عليكم. يعني شوفوا الاحتفالات اصلا اللي عمت المغرب وبلدان كبيره اللي فرحت بهذا الانجاز التاريخي للمغرب. برافو الاشبال، برافو الاشبال، تبارك الله عليكم. والى فيديو لاحق ان شاء الله. السلام عليكم.